Their witness, the only TV journalists who remained to follow their journey of hope to the carnage that followed. This is the Arab Revolution that was abandoned by the Arabs, forsaken by the West, and forgotten by the world. Recently, Al Jazeera broadcasted a documentary about Bahrain called Shouting in the Dark. They claimed they presented a fair and balanced view of the events of the past few months. Nothing could be further from the truth. هو اللي هلا عم تشوفوه هو خيانة الأمانة الصحفية. هو ضغوط على شيء ما كان صاير. هو ناس تنعطى مساحة طويلة من الحوار وناس ما بتنعطى مساحة هالقد من الحوار. يا سيدي ما بدها غرف مغلقة، الوش مكشوف على الآخر. يعني شو بدك انه انا شو مخبي ورا ظهري؟ طب ما انا هاي الوراق كلها هون عم بطلعها على الهواء وعم بقصفك فيها يوميا، شو اللي بده يتخبى؟ على زمان هتلر كان مسؤول الدعاية تبعه يقول له اكذب ثم اكذب ثم اكذب لابد ان يعلق شيء او حتى يصدق الناس. لها روايتين. طب هذا اللي عم يصير، يعني هذا اللي عم يصير. حزيدك من الشعر بيت؟ لا يا سيدي، حتى لو ما نزلوا رح تنزل مجموعات مسلحة الى الشوارع لانه المخطط انها تنزل. والمخطط انه الشرارة اللي صارت اول يوم صارت وخلصت. بكره الصبح ما ينزل ولا واحد على الشارع من المعارضه الحقيقيه، الدم الفاير مثل ما بدك سميه. نحن دخلنا بدوره عنف يا رزار. يعني بصير يوم جمعه بيروح قتلى، بيشيعوا القتلى، فبيروح قتلى اثناء التشييع، فبيرجعوا بيشيعوا القتلى. دخلنا بحلقه مفرغه من الدم. استنكرت مصادر سياسية وإعلامية يمنية واستهجنت بشدة ما تقوم به قناة الجزيرة من عملية تضليل للرأي العام وتشويه متعمد لصورة اليمن، والتي كان آخرها بثها أمس لمقاطع فيديو لسجناء في أحد السجون العراقية، وادعت زورا وبهتانا وبصورة تتنافى مع معايير وأخلاقيات المهنة بأنها حدثت في إحدى السجون اليمنية. وعبرت تلك المصادر عن أسفها البالغ لما وصلت إليه قناة الجزيرة من سقوط فاضح في تعاطيها مع قضايا الساحة اليمنية وتغطيتها لما تشهده من أحداث، مشيرة إلى أن قناة الجزيرة تتعمد وبصورة فاضحة تحريف الحقائق وترويج الأكاذيب والشائعات حول ما يحدث في اليمن. هو أن هذه الصورة أثبتت مقولة شهيرة عند العرب، وهي بيخلق من الشبه 40. يصعب حصر الموجودين في هذه الصورة بدقة، ولكن فيها 13 وجها ظاهرا بوضوح، إلا أن المهم لم يأتي بعد. المهم موجود على الصفحة الرئيسية لموقع الجزيرة الإخباري، وفي هذه الزاوية بالتحديد. وإليكم الصورة نفسها بوضوح. يا سبحان الله، هذه الصورة فيها أيضا 13 شخصا، وكلهم يشبهون أشخاص الصورة الأولى إلى حد التطابق، ويقفون بالوضعية نفسها ويرفعون الأعلام نفسها وبالترتيب نفسه. صحيح أن الله على كل شيء قدير، إلا أن الموضوع وما فيه هو أن الزملاء إعلاميو هذا الموقع أضناهم البحث عن صورة تخدم مضمون صفحتهم، فلجأوا إلى التزييف. لا يوجد متظاهرون في الإسماعيلية؟ ولا واحد. وبعدين ميدان الممر اللي انتوا قلتوا ان فيه 70,000 متظاهر ما يشيلش اكتر من 2000 نفر. يا أختي تسمعينني؟ يا جماعه لو سمحتوا، لو عايزين لو سمحتي، لأنه لا يمكن أن نتكلم الاثنان. حكموا رئيسكم اللي خلع أبوه من الحكم ومسك الدولة عشان يخلي قطر. يا سيدتي الكريمة، يعني لا أدري، لا يمكن أن نتحدث الاثنان في وقت واحد. كنت أحاول أن أشرح لك فكرة معينة واضحة. أستاذ علي، ماذا ترد على زميل أحمد الذي الآن هو وزملاء في الجزيرة هم في غير مأمن، و
يقول ويؤكد بأنه لا يوجد استجابة من الحكومة اليمنية مع أي محاولة لاستضافة أحد منهم. اولا دعيني ولا تقاطعيني مثل ما لم تقاطعي مراسل قناه الجزيره رجاء. يعني انا دخلت رجاء دعيني اوضح الحقيقه. انا دخلت من الشارع الرئيسي وعدت للباب الخلفي، والله لم اجد اي شيء مما قاله هذا المراسل مطلقا، ودخلت من المبنى والموظفين والحراس واقفين ولم اجد ولم اسمع كلمه واحده. ثم ان مراسلكم يستخدم كلمة البلاطجة من الحزب الحاكم. اتقوا الله في إثارة الفكرة، لا تثيروا الفكرة. والله لم أسمع ولم أرى، وأنني دخلت ولم أجد أحدا على الإطلاق، ولكنني أؤكد من جديد وأدعو من جديد بأن مكتب الجزيرة هنا وأنا بداخل هذا المكتب بأنه لا يوجد في هذا المكان أي شيء على الإطلاق، وأنني دخلت والأمور سليمة وليس هناك أي شيء مما سمعته على الإطلاق. وهذه أمانة وشهادة أقول على العالم وعلى الرأي العام العالمي أن يدرك مغزى ومعنى ما أقول وما يقوله الآخرون. أنا قلت لك أنا مع الشعب الليبي، ولست أنت الذي تمرني ماذا أفعل وماذا أفعل. موقفي أنا مع الشعب الليبي، أنا طالبت بتنحي الأخ القائد، ولكن لست أنت الذي ترسم لي ماذا أعمله. الجزيرة تقوم بهذا العمل في كل لقاء مع كل الناس، وأنتم تريدون أن تفرضوا أجندتكم الخاصة على البلد بكاملها. I don't know how many people, maybe 10, maybe 20, I don't remember. It may have appeared to viewers who were not familiar with what really happened in Bahrain that Al Jazeera was doing an honest job. But those of us who knew the truth were disgusted by their bias and inaccurate reporting. Let's take a look at some of their major crimes. He says police pulled his pants down and threatened to rape him. Al Jazeera made it seem that the gathering at the roundabout was being held in a public space and that it was legitimate and legal. 3 a.m., the government moved to evict sleeping protesters from Pearl Roundabout. Police swarmed the camp with shotguns and clubs. Anyone too slow or injured to run was beaten by police. In truth, it was an illegal gathering at a major highway intersection. The protesters were given several warnings by the police to clear the area, but those warnings were ignored. Eventually, the police took the necessary action to preserve the law and order. Al Jazeera then claimed the protesters were attacked brutally while they were asleep. This again was a lie. This video clearly showed that the protesters were awake and listening to an agitator who was screaming into a microphone. وبتبين لكم وصول القوة فوق الكوبري، ثم بداية كيف أن قائد القوة مثل ما نشوف في اللقطة الموجودة أمامنا، القوة وصلت إلى فوق الكوبري، وبدأ قائد القوة يعطي انذار للمتجمهرين أن يفضون هذا التجمهر غير قانوني. كثير منهم ترك، ولكن كثير منهم أيضا تمترس واستعد للاعتداء على رجال الأمن. أثناء عملية تأمين الموقع قام أحد المتجمهرين بالاعتداء على رجال الأمن من خلال تعمد دهسهم بسيارته، وتم القبض عليه. وتشوفون الآن أمامكم رجال الأمن اللي تعرضوا لحادث الدهس المتعمد أو جريمة الدهس الحادث. أيضا As the police moved in to clear the roundabout, the protesters were preparing to resist violently, which they did. And this was the outcome.